ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. نبدأ في الروتين على طول. صحيت الصبح قلت بقى ايه، اشرب كوباية النسكافيه الجميلة كده، روق على نفسي. قمت عملتها. انا بحط كيسين نسكافيه عشان تبقى تقيلة، مع معلقة سكر، وببدأ اضربهم بالمضرب. بعد كده بحط عليهم اللبن. جيت اغلي اللبن، اتفاجئت بالكارثة الكبيرة ان الانبوبة مفيش انبوبة. والانبوبه عندكم بكام؟ اكتبولي في التعليقات الانبوبه عندكم بكام. انا هنا لقيتها ب 330 جنيه الانبوبه. انا في شقتي القديمه كان عندي غاز. انا من ساعه ما كنت اتجوزت لغايه اما سبت شقتي وانا كنت غاز. اخر فاتوره دفعها من سنه و 3 4 شهور كانت 40 جنيه. مش عارفه دلوقتي يعمل كام، بس قولي حتى لو هدفع 100 جنيه في الغاز طبعا اوفر لي من ال 330 جنيه. عندنا بوتاجاز كهربا كده، رحت طلعته. شلني، علني، طلع عيني. والله العظيم. بس كان لازم اشرب كوبايه النسكافيه، كانت دماغي خلاص حاسه ان انا دماغي مش فيا. ورحت قلت طب خلاص، انا بقى مش هعمل حاجة تاني اسخنها، انا هعمل شوية رمان. وحطيت عليهم شوية سكر وحبة دبس رمان. حبة دبس الرمان دول بيودوا الرمان في حتة تانية. انا بحب المزازة بتاعت الرمان، وساعات بعصر كمان ليمونة. بس عندي بسملة ما بتحبش كده، اول ما تدوقه تقول لي انا جسمي اشعر، انا مش قادرة. ولا طب خلاص براحتك، ما انا مش جبراكي انك تاكليه. بس فعملته بس بصراحة بقول بيبقى لكم حلو. بقى. بيبقى حلو قوي. هنا ديت ده الغسيل، وهو منشور. ده اللي اتنشر ولسه هطلعه اطبقه، بعد كده هنشر غيره. ماشي. بحب ان انا بصراحة اطبق الغسيل وانا بعمل، يعني اول ما لمه اطبقه، عشان انا لو ما طبقتهوش هيفضل على بعضه كده على الكرسي لغاية اما استهلكه كله. لكن لما بدخله متطبق خلاص، هو اتطبق، فهيتحط في الدولاب وانتهى الامر على كده. فببدأ ان انا المه واطبقه، وببقى عارفة بقى دي ملايات هتخش على ضرفة الملايات، دي هدوم الولاد هتخش على عندهم. طبعا انا كنت عاملة الأوضة فلميت الملايات غسلتها، وكان دفايات غسلتها. بس الدفايات انا كنت حطاها على السور، ما بحطهاش على المنشر لان المنشر مش هيستحملها. جيت مرة حطيت البلاستيكة اتقطمت وحطيت مكانها مسامير عشان تبقى متينة. هنا بقى جبت الطقم بتاع الانتريه، كنت غسلته، شلته من على الانتريه وغسلته. قلت انشره بقى زي ما انتم شايفين كده. لازم اطبق في الحاجة. بيبقى يدوبك بقى وانا بشيلها التطبيقة بقى ايه نهائية كده بتاعت الترتيب، علشان انا لو حطيتها من غير تطبيق هتوصل للارض، فلازم اطبقها. واحنا عندنا المنطقة منها صحراوية ما شاء الله، يعني كده كده ما بشيلش هم ان الحاجة هتنشف مش هتنشف، لا بتنشف. صيف شتا ما شاء الله اللهم بارك، تحط الحاجة ما فيش 10 دقايق تلاقي الحاجة نشفت. يعني الصيف 10 دقايق حرفيا. الشتا يعني لو نشرت قبل العصر على المغرب تكوني ممكن، لما بس طبعا انا بسيبه لتاني يوم احسن. هنا كنت نزلت السوق، جبت بطاطس، جبت برتقان، جبت رمان، جبت بيض، أرنبيطتين، بس كنت استخدمت واحدة ودي التانية. الأرنبيطة ب20 جنيه فجبت اتنين ب40. جبت رز عشان أبقى أعمل رز وبطاطس. ده خس. الرمان كان ب25. البرتقان ب20. جبت حاجات سلطة بس كنت استخدمت برضو منها طبعا خيار كالو، ما كانش فاضل غير خيارة وشوية الطماطم دول وشوية الفلفل دول. كنا بصراحة استخدمنا الحاجة مع القرنبيطة وعملنا سلطة وقعدنا كلناها. وكرتونة البيض جايباها ب140 جنيه. وكيلو الرز ب30 جنيه، بس في أسعار أقل من كده بكتير، بس ده السوبر ماركت اللي جنب البيت بصراحة. بس ورحت مسكت القرنبيطة عملتها، وكان يوم جميل بصراحة. وإزازة الزيت طبعا جايباها اللي هي حلوة 2 لتر وربع ب160 جنيه. بصوا بقى أنا بعملها ظهر كده. وليا واحدة صاحبتي قالت لي على فكرة عجبتني بصراحة وجربتها في تاني قرنبيطة حلوة.
يا دوبك بتشيل العود، اللي هي الراس الكبيرة اللي فوق اللي فيها الأخضر والعروش الخضرة دي، بتشيلها الأول كده كلها وتسيب الزهرة زي ما هي، وتقوم منزلها سلقها على كده. بصراحة جربت في القرنبيطة التانية عجبتني أوي الفكرة، بس لو هتعملي كده ما تكونيش مستعجلة، لان انا عملتها وكنت نازله اجيب الاولاد من الدرس، فعملتها وطلعتها حطيتها في المصفى، ونزلت جبت الاولاد، رجعت ابتديت ان انا اقصقصها، وابتديت ان انا يا دوبك انضف العروش على السريع كده، لان كده كده بتبقى طريه، فبتتنضف بسهوله واسرع من كده. ورحت حطيتها في الخلطه وعملتها. فاللي يبقى عنده وقت يعمل كده، اللي ما عندوش وقت وعايز يستخدم القرنبيطة على طول ويخلص على طول، لا دي أسرع. هتعملي الزهر وتنضفي العناق اللي تحت دي، بعد كده تقومي داخلة سلقاها مطلعاها في المصفى، تكوني عملت الخلطة بتاعتها، تنزلي فيها وتقومي منزلة في الزيت. اسهل واسرع وحلوة. والتانية سهلة وسريعة لو وراكي مشوار ومستعجلة ومش عايزة تحطي حبة بحبة، لان الزهرة كده كده بتبقى محكومة، هي ماسكة في بعض فصغننة، فهتحطيها هتتحط، مش هتشيلي بقى هم ايه دور واطلعه واحط التاني، لا هي خلاص هو دور واحد كله على بعضه وانتهى الامر على كده. وبتبقى حلوة قوي بصراحة الوصفة دي والطريقة دي، هند صاحبتي اللي قالت لي عليها الله يصلح حالها ويكرمها. هنا التليفون كان وقع الدب مني حتة دبة فلة. هنا حطيت المية، حطيت عليها ملح، جايبة شوية بهارات هفضيها في العلب بتاعتها، من ضمنهم كان الكمون. هنا اهو بصوا، هفضي الكمون الاول واخد حبة من اللي في الكيس احطهم على المية. القرنبيط يتحط له كمون، والكرنب يتحط له كمون، بس انا ما بحبش احط في ميه الكرنب كمون، بكتفي بالملح بس. بنزل الزهرة على العنق بتاعها مش على وشها، بعد كده بطلعها وابدا ان انا ايه يعني هي بتستوي الزهرة اصلا على البخار، لو نزلتي على وشها هيتهري بسرعة عن العنق، لان العنق هيبقى لفوق، فانت الاحسن تحطي على العنق والزهر هو اللي لفوق. ومع الغلية كله بيتقلب، بس في الأول العنق ياخد سوا شوية. بس زي ما انتم شايفين كده سلقتها، بعد ما سلقتها بقى ببدأ أعمل لها الخلطة بتاعتها، أو بمعنى أصح بصراحة على ما اتسلقت أنا كنت عاملة الخلطة، بس هي عشان ترتيب الفيديو مش أكتر. بس انت خليكي ايدك في الاتنين مرة واحدة، يعني اسلقي واعملي الخلطة. الخلطة هنا عبارة عن توم دوت نشا وملح وشوية سكر وبابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة وكمون وفلفل اسمر. يبقى توم ونشا وملح وسكر وبابريكا توم بودرة بصل بودرة كمون وفلفل. ماشي، ده غير التوم الطازة. وباخده بحطه بقى على الخلطة اللي احنا هنشوفها مع بعض. انا بحب احط بيض وبحط كربوناتو بيكنج باودر، سوري، بحط بيكنج باودر اللي هو كيك شيف بيكنج باودر بتاع تاج الملوك الكلام ده. هنا ببشر طماطمايه، بصراحة بتدي طعم وبتدي لون. انا ما بحبش احط بابريكا، ما بحبش احط كركم. الكركم بيديله لون اصفر كده وبيبوظ الايد وبيبقى، لا ما انا احب الحمار بتاع القوطة، والبابريكا بيديها بصراحة طعم حلو ولون حلو. فبحط، بعد كده ببشر الطماطمية دي، بعد كده بحط البيض. انا بحب احط بيض زيادة شوية، انا بحط 4 بيضات في الخلطة. ماشي. في ممكن تحط بيضتين، ممكن تحط 3، بس مش اقل من 2، يعني بصوا مش اقل من 2. عشان ايه نبقى على علم يعني. بس وبتبدأي بقى تجيبي الدقيق تحطي، بصي منسوب الدقيق زي ما تشوفي الخليط على عينك انتي كده كفاية ولا لأ. هنا انا هنزل بالبهارات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي نشا، توم باودر، بصل باودر، بيكنج باودر، ملح، سكر، فلفل اسمر، وكمون، وتوم حي اللي هو توم طازة. هبدأ بقى انزل اهو بصوا، وحطيت 4 بيضات، حطيت طماطمايه. بصوا هي كلنا بنعرف نعمل القرنبيط طبعا،
ماشي. بس يعني ممكن اكون انا بحط حاجة زيادة، انتوا تقولوا لي على حاجة برضو في التعليقات. انا بحب اعمل القرنبيط بشاميل، مرة هبقى اعملها معاكم وانزلها لكم، بتبقى حلوة. البنات الصغيرة بتبقى حلوة ويعرفوا الطريقة ويجربوها يعني. بس زي ما انتم شايفين كده كده نزلت بالدقيق، بعد ما نزلت ببهاراتي وبالنشا وبكل حاجة، وببدأ اقلب لغاية اما يوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا بحب السمك بتاعه ما يبقى صايص، يبقى تقيل شوية بحيث يمسك على القرنبيطاية، بحيث لما انزلها في الزيت يبقى الطبقة اللي بره الكريسبي دي فيها في طبقة مش صيصة. وبحب اوي احط هريسة يشطشطها شوية كده، بس شطشطة خفيفة. اللي بتقلب دي بسملة، شطشطة خفيفة مش كتير. هنا كان الزيت سخن زيادة وطلعت طاسة، فقلت ايه ابعده عن العين، احط بعد كده ارجعه على العين تاني. وحشتوني، وحشتني تعليقاتكم و... وانا عارفة ان الفترة اللي فاتت كان صوتي غريب، معرفش هو اتحسن ولا لأ. قولولي بقى انتوا في التعليقات. بس حاولوا تحافظوا على نفسكم وعلى اولادكم، الدور صعب جدا ومش دور برد. اللي يقول لكم دور برد، لا هو مش دور برد خالص. فحافظوا على الولاد وخلوا بالكم منهم، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ اولادكم ويبارك فيهم يا رب. لان الدور بصراحة الواحد خده هو والولاد لا شديد. يمكن انا الى الان لسه ما استردتش صحتي كاملة. انا اقل يعني مشوار بيخليني بصراحة لا، بتعب جدا، ببقى جبت اخري. ولو طلعت السلم على ما بطلع لا ببقى عايزة اترمي، نفسي مش قادرة اخده، دراعي بيقف وبيتقل عليا لا تعب. فالدور صعب، بيفكرني بأيام كورونا بصراحة. الله أكبر، الله أعظم، عزت قدام الله. اللي خد دور كورونا عارف يعني ايه كورونا، ويعني ايه المتحور اللي ماشي دلوقتي. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا يا رب أجمعين. كده بصوا اللون تحفة، والله العظيم لون يفتح النفس أصلا زي ما انتم شايفين كده. قولولي عايزين نعمل ايه تجهيزات لرمضان. انا زي ما قلت لكم هجيب الفراخ وعينها الفترة الجاية ان شاء الله، بس نكمني كنت تعبانة مش قادرة اقف على تنظيف وكده فما جبتش، بس هنزل اليومين الجايين ان شاء الله اجيب وعين. وكمان ابص بس في الفريزر بصة كده افضي مكان واظبط الدنيا، بحيث لما اجي اجيب الحاجة واجي ارصها اعرف ارصها. هنا ديت السلطة، طماطم وخيار وبقدونس وفلفل وبصلة، دي السلطة. وبحط عليها كوباية مية ساقعة من المبرد متلجة، وبحط عليها خل وتوم، لا اللهم ذكرني، لا حول ولا قوة الا بالله، معلش. خل وكمون وفلفل اسمر وشوية شطة غير قرن الفلفل الحامي وليمون، او زي ما انتم هتشوفوا كده معايا في الفيديو. بس فبقول لكم شوفوا كده، قولوا لي نعمل ايه ونعمله مع بعض ونجهز الفترة الجاية. وكل حاجة هنشيلها من دلوقتي رمضان دي هتوفر علينا في رمضان كتير كتير قوي. فلو انتوا شايفين حاجات معينة تحبوا ان احنا نعملها نبدأ نعملها مع بعض. انا كنت جايبة 2 كيلو لحمة مفرومة، هطلعهم نعمل بقى شوية كفتة رز منهم ونعصج منهم ونشوف هنعمل ايه بيهم. كنت طلبت من اخويا يجيبهم لي وجابهم لي، يشكر والله. وحاسبته عليهم وايه وحطيتهم في الفريزر عند ماما، وجيت تعبت وسبتهم بقى في الفريزر عند ماما، فديتهم لي بقى. قالت لي خديهم ده انت ناسيهم، خدتهم. هطلعه بقى افكه ونعمل كفتة رز ونعصج منها ونعينهم لرمضان، لان انا عندي غيرهم في التلاجة، بس انا كنت جايباهم عشان اعمل الفيديوهات دي معاكم ونعينهم لرمضان، بس ملحقتش اعملهم تعبت بصراحة. بس فهنعملهم مع بعض وان شاء الله نظبط الدنيا مع بعض الفترة الجاية ونشوف بقى هنعمل ايه. بس فما تستغربوش شكل اللحمة لو هتلاقوها باينة ان هي مش طازة، بهتانة شوية لان هي اتجمدت وهفكها.
بس. لكن هي لحمة بلدي حلوة جميلة ما فيهاش اي حاجة، ما شاء الله عليها اللهم بارك. كده احنا اهو وعملنا السلطة. وما تنسوش التعليق وما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة وتشجيعكم الجميل ليا. وربنا يديمنا يا رب على وش بعض دايما. ويا رب اشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله. وباي باي، وما تنسونيش من صالح دعائكم ليا ولأولادي.